السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده وزي ما اتعودنا هنكمل كورس تأسيس القراءة والكتابة المستوى الثاني. اهلا بكم في قناة مس اروى، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشرفوني وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات اول باول. فيلا نبدأ مع بعض بالدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. احسنتم، جزاكم الله بكل خير. يلا نقرا لوحه الحروف مع بعض. الصوت على طول. صا، صي، صي، صو. ممتاز. ضا، ضي، ضو. طا، طي، طو. ظا، ظي، ظو. ع، عي، عو. غا، غي، غو. فا، في، فو. ممتاز ممتاز، شطار. يلا نفتكر الحروف مع بعض. عندنا حروف كاملة وحروف ناقصة. عايزين نوصل الحرف الكامل بالحرف الناقص بتاعنا. أول حرف معانا يا ولاد حرف ده صوته ايه؟ شا. ممتاز. الشا دي هنا كاملة ولا ناقصة؟ كاملة. عايزين نوصلها بقى بالشاء الناقصة اللي هي ايه؟ فردة ايديها على السطح. ممتاز. فين فيهم بقى شاء الناقصة؟ دي حرف ده، حرف ده. ممتاز. يلا نوصل. اللي بعده صوته صو. ممتاز. صوته صو. رائع. فين هنا الصو الناقصة دي؟ شطار. نوصل. ممتازين. في وفي والثاء من حروف ايه يا ولاد؟ اللثوية. يعني ايه حرف لثوي؟ يعني نطلع طرف اللسان واحنا بننطق حرف الثاء. ممتاز. هنا الثاء كسرة صوتها في. ممتاز. فين الثاء الناقصة هنا؟ ده ولا ده؟ ده. شطار. نوصل. اخر حرف معانا جي. ممتاز. طبعا فاضل اخر حرف هو اللي هنوصل فيه. ممتاز. ممتازين جدا. احلى ولاد واحلى بنات. نختار نعمل لكم قلب هنا، قلب كبير. مين بقى فاكر الحركات الثلاثة بتوعنا؟ فاكرهم؟ الشطر اللي هيقول لي ايه هم الحركات الثلاثة. عندنا ايه؟ فتحة مكانها فين؟ فوق الحرف. شطار. وعندنا ضمة مكانها فين؟ فوق الحرف. وعندنا كمان ايه؟ كسرة مكانها فين؟ تحت الحرف. مكانها فين؟ تحت الحرف. ممتاز يا ولاد. فاكرين الحرف ده اسمه ايه؟ ضاد. ممتاز. اسمه ايه؟ ضاد، اللي هو اخو صاد. ممتاز. حرف الضاد عرف ان ايه اخوه الصاد. لعب مع الحركات. قال انا كمان عايزه اروح العب مع الحركات واتعرف عليهم. فراح للحركات وقال لهم ممكن الحركات اتعرف عليكم العب معاكم زي ما اخويا الصاد جه ولعب معاكم. قالوا طبعا تعالى نلعب مع بعض. وطبعا زي ما احنا متعودين ان اول حركه بتيجي تلعب مع الحروف هي حركه ايه يا ولاد؟ مين الشطور اللي هيقول لي؟ اول حركه دايما بتيجي تلعب مع الحروف الفتحه. شطار. طب والفتحه مكانها فين يا ولاد؟ الفتحه مكانها فين؟ فوق الحرف. كده صح يا ولاد؟ الفتحه هنا مكانها كده صح؟ خطأ. كده هتبقى تبقى ايه؟ كسره. ممتاز. يبقى الفتحه مكانها فين؟ فوق الحرف. هتلعب مع الضاد الكامله وهتلعب كمان مع الضاد ايه؟ الناقصه. ممتاز. الفتحه قالت له لازم تعرف شروطنا. قال لهم طب ايه شروطكم؟ قالوا له اول حاجه ان احنا هنغير اسمك. قال لهم هتسموني ايه؟ قال له هنسميك ضاد فتحه. هيسموه ايه يا ولاد؟ ضاد فتحه. كمان هنغير صوتك. قال لهم يا نهار ابيض، هغيروا صوتي ازاي؟ قالت له هنفتح الصوت. بص اسمع كده، اسمع ركز. ضا ضا ضا. تاني يا ولاد. يبقى الصوت عامل ازاي؟ ضا ضا ضاد فتحة. ضا صوتها هيبقى عامل ازاي يا ولاد؟ ضا. ممتاز. جت بقى ايه يا ولاد؟ جت الكسرة وقالت انا كمان عايزة العب مع حرف الضاد. فرح قوي الضاد ان الحركات كمان ايه بتتنافس عشان تلعب معاه. فقال لها تعالي ادي حرف الضاد
وهتلعب معاه الكسرة. والكسرة مكانها فين يا ولاد؟ ها، مكانها فين؟ تحت الحرف. ممتاز. وزي ما اتعودنا الكسرة بتلعب مع الشكلين، الضاد الكاملة والضاد ايه؟ الناقصة. شطار، مركزين معايا وممتازين ما شاء الله عليكم. طبعا الضاد قالت انا كمان بغير في الحرف. قال لها هتغيري ايه؟ قالت له هغير اسمك. مش احنا بنلعب مع بعض؟ قال لها طبعا. قالت له يبقى هنسميك اسم زي جنب اسمنا. قال لها ازاي يعني؟ قالت له هنسميك ضاد كسرة. هتسميه ايه يا ولاد؟ ضاد كسرة. ضاد كسرة. وهنغير كمان الصوت. لا طب هغير الصوت ازاي؟ قالت له هنكسر الصوت. قال لها هتكسروني؟ قالت له لا، هنكسر الصوت بتاعك. اسمع كده، ضي ضي ضي. ضاد كسرة ضي. ضاد كسرة ضي ضي ضي. ممتاز. يبقى احنا عندنا لحد دلوقتي صوتين يا ولاد. ها، ضا ضي ضا ضي. ممتاز. كانت الضمه قالت انا كمان عايزه العب. اشمعنى اخواتي؟ انا كمان عايزه العب. قال لها الضاد تعالي يا ضمه العبي معايا. ادي الضاد وادي الضمه، هتيجي تلعب معاه. الضمه مكانها فين يا ولاد؟ ها، فوق الحرف. ممتاز. ادي الضمه مع الضاد الكامله، والضمه كمان مع الضاد الناقصه. ممتازين، احلى ولاد واحلى بنات. ممتازين. الضمه قالت بص بقى يا ضاد، انا بقى مش اقل من اخواتي في حاجه، انا كمان هغير اسمي. قال لها هتسميني ايه؟ قالت له هسميك ضاد ضمه. هتسميه ايه يا ولاد؟ ضاد ضمه. ضاد ضمه. وكمان هغير صوتك. قال لها هغير الصوت ازاي؟ قالت له هضم الصوت. قال لها الله، سمعيه كده. قالت له ضو ضو. ضاد ضمه ضو ضو. تاني يا ولاد، الصوت عامل ازاي؟ ضو ضو ضو. يبقى احنا عندنا دلوقتي ثلاث اصوات. ها، ضا ضي ضو. ضا ضي ضو. ممتازين. نسمع بقى القصه بتاعتنا، بس قبل ما نسمع يلا نقعد قعده حلوين. الحلوين علشان حلوين قاعدين ازاي؟ كده 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 اهو. نربع ايدينا ظهرنا لورا عشان على السبوره. شطار. يا ما كان في قديم الزمان كان في طبيب اسنان اسمه ضياء. اسمه ايه يا ولاد؟ ضياء. الطبيب ده يا ولاد كان بيستخدم، شوفوا كده، كان بيستخدم ايه؟ دروس. بيستخدم ايه؟ دروس. كان بيستخدم الدروس الصناعية دي، ما بتبقاش دروس حقيقية، دروس صناعية. عشان ايه؟ بيستخدمها في الدراسة عشان يدرس الدروس دي وأسنان الإنسان. وفي يوم من الأيام عنده أخ صغير كده في KG 1. قال له ايه؟ قال له يا ضياء أنا أسناني بتوجعني، تعالى شوف لي ايه اللي موجود في اسناني عشان حاسس بوجع فظيع في اسناني. راح أخوه قال له طب تعالى، وشغلوا ايه؟ شغلوا الضوء. وبدأ أخوه يكشف على الأسنان، ويبص كده ويبص كده ويبص كده في فم أخوه. وبعد كده قال له أنت عندك الضرس اللبني في إيه؟ في تسوس. عندك إيه؟ الضرس اللبني في تسوس. فأخوه صغير قال له يعني إيه ضرس لبني؟ أنا مش فاهم. قال له الضرس اللبني هو الضرس اللي بيتكون معاك لما تكون صغير، من انت يكون عندك 6 شهور، والضرس ده بيكون مؤقت، يعني هيجي وقت وايه هيتسوس او هيتخلع او هيقع. عشان ايه؟ عشان يطلع لك ضرس دائم، والضرس ده يفضل معاك لحد ما تكبر. قال له طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ قال له احنا لازم نخلع الضرس ده. فاخوه قال له لا، انا بخاف جدا ما تخلعليش اي حاجه. فاخوه الطبيب قال له ما تقلقش وما تخافش، انا هديك بنج زي شيء زي مسكن كده بنحطه عند الضرس، وبعد كده نخلع وما تحسش باي الم ولا اي حاجه، وهتخرج وانت مبسوط وايه، والضرس بتاعك اتشال ومش هتحس بعد كده بوجع ولا تسوس ولا اي حاجه. فاخوه فرح جدا وقال له طيب خلاص. وفعلا اداله البنج وخد وبدا ان اخوه يخلع له الضرس، وخلع الضرس وهو ما حسش بالوجع. وبعد كده لما كبر شويه بشويه بدا يطلع له الضرس الدائم. بدا يطلع له ايه؟ الضرس الدائم. توته خلصت الحدوته. يبقى احنا النهارده يا ولاد خدنا حرف الضاد بالحركات اللي هي 3 اصوات. ها، ضا ضي ضو.
ضادي ضو، ضا ضي ضو، ضو. ممتاز. نشوف بقى القصة بتاعتنا كان فيها كلمات كتيرة تبدأ بضا ضي ضو. أول كلمة معانا هي دي ايه؟ ضوء. بصوا كده الفم، ضوء ضوء. بضم الفم ولا بفتح الفم ولا بكسر الفم؟ ضوء ضوء. بفتح الفم. ممتاز. يبقى هنحطها عند ضاد فتحة. ممتاز. عندنا ضرس. ضرس. قولوا كده ضرس يا ولاد، شوفوا فمكم بيكون في ايه او بيبقى شكله عامل ازاي. ضرس ضرس ضرس. هنحطه فين؟ عند ضي ولا ضي ولا ضو؟ عند الضي. ممتاز. ضرس. طبعا الضرس التاني برضو عند ضي. اخر صورة معانا دروس. دروس. كلنا نقول دروس دروس. دروس بضو. ممتاز. شطار يا ولاد. يلا نشوف ازاي هنكتب الضا ضي ضو. هنبدأ بالضا فتحة ضا. فاكرين حرف الضاد كنا بنكتبه ازاي؟ اطلع فوق، اعمل قبة، امشي اقفلها، اطلع سنة وطبقها نازل تحت السطر وفوقيها نقطة. دي الضاد الكاملة. ممتاز. الضاد الناقصة اطلع فوق، اعمل قبة، امشي اقفلها، اطلع سنة، فرد ايديها على السطر وفوقيها نقطة. طيب الفتحة بنكتبها ازاي يا ولاد؟ فتحة شرطة مايلة فوق الحرف. شرطة مايلة فوق الحرف. نكتب تاني الضاد كسرة ضي. نكتب الضاد الأول، أطلع فوق، أعمل قبة، أمشي أقفلها، أطلع سنة وطبقها نازل تحت السطر. الضاد الناقصة أطلع فوق، أعمل قبة، أمشي أقفلها، وأطلع سنة، فرد إيدي على السطر. لو عايزين تعرفوا شكل الحروف دي بنكتبها ازاي هسيب لكم قائمة تشغيل الحروف في صندوق الوصف تحت الفيديو. هتعجبكم جدا ان شاء الله، ولكم هتعلموا الكتابة بسهولة جدا وبسرعة. طيب نشوف الكسرة. شرطة مايلة تحت الحرف. شرطة مايلة تحت الحرف. طب الضمة يا ولاد دائرة صغيرة وبتتزحلق فوق الحرف، أو واو صغيرة. ممتاز. تعالوا بقى نشوف القراءة، لأن القراءة النهاردة مهمة جدا. حرف ده اسمه يا ولاد، صوته قصدي. صوته ضا ضا. طيب الحرف ده را. ممتاز. نقرأ الصوت مع بعض. ضا را ضرا، زي ما اتعودنا. ضرا ضرا ضرا. طيب نجيب بقى بعديهم الحرف ده با. طب نقرأ الصوت بقى مع بعض 3. هنقرأ المقطعين الأول. ضرا ضرا با ضرا با ضرب 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 ضرب. دي كانت حلقتنا النهارده لحرف الضاد بالحركات الثلاثه، الفتحه والضمه والكسره. اتمنى تكون عجبتكم. لو اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنتس تحت الفيديو، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.